صباح الهنا عليكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، هو مش فيديو يعني تكملة الفيديو بتاع امبارح. محبتش اطول عليكم الفيديو بتاع امبارح اكتر من كده، بس انا دايما بحب فيديوهات الروتين انزلها بتفاصيلها كده عشان بس ايه، نتشجع اكتر واكتر. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه. بتمنى من كل اخواتي وكل حبايبي انه يتفرجوا كده للفيديو على الفيديو للاخر، وكمان هيفيدكم ان شاء الله. يوم نشيط كده شويه. قمت كده على الصبح، دايما انا حكيت الفكره امبارح. تعالوا بقى ناخد البطاطين يعني وكده نخرجها زي ما انتم شايفين. في شمس وفي يعني قلت كده خارج البطاطين تاخد باور كده وتتشمس وكده. كله كده تمام، كله تمام وتحت السيطره. دايما لما بنبقى حاطين امل في حاجة ونفسنا في حاجة وما بتحصلش بتخلينا نبقى عندنا احباط شوية. بس انا عن تجربة بقولك خلي عندك امل في الله، وسيبي ربنا يدبر لك الامر. سيبي ربنا هو يعمل لك اللي هو يعني الصح والصالح ليكي. الحمد لله رب العالمين على كل حال. احنا راضيين باللي ربنا يديهولنا، بس خليكي لو وراكي حلم اسعي وراه. بصوا، مش عيب ولا حرام انك تسألي عشان تكبري وتبقي احسن. مش عيب ولا حرام انك تسألي حد عدى المرحلة بتاعتك دي عشان انت توصلي. كل ده مش عيب ولا حرام، بس نخلي عندنا امل في ربنا سبحانه وتعالى. هو يعني اللي هيكون فيكون على طول. مفيش حد بيبقى سبب في حاجة لحد، لا، هو كل حاجة بأمر ربنا سبحانه وتعالى. احنا راضيين باللي ربنا يديهولنا، وانا عندي يقين وعندي امل كبير ان شاء الله كل حاجه نفسي فيها هعرف احققها لنفسي باذن الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه والله العظيم بصوا الفرش نضيف، كنت لسه اصلا فرشاه قبلها بيوم. بس انا عندي كده يعني هروق، هفرش بقى فرش الشتاء وكده، هشيل كل حاجه حتى لو انا لسه فرشه الفرش ده وكده. فهاخد بقى عشان انا عندي قمه غسيل يا جماعه، مش قادره اقول لكم. الغسيل ده الوحيد اللي بيني وبينه طار، انا وهو يعني هنعمل كده. مش عارفه امتى هنتصالح ونتفاهم مع بعض. ما بقول خلصت غسيل دي ما بلحقش اكمل الكلمه والاقي عندي مش قادره اقول لكم. بس قلت مش مهم عشان اشيل بقى كل حاجه. عايزه اقول لكم النهارده تاني يوم. مش عايزه اعمل حاجه، عايزه افضل اتفرج على الحاجه كده وبس. انا بقى تاني يوم اللي بسجل لكم في الفيديو ده انا والغسيل بنشوف حالنا مع بعضينا يعني. لاني عملت الشقه هنا ووضبتها، وكنت اصلا في اليوم ده نازله وكده رايحه لماما وعند ماما وكده، واخواتي كانوا ملمومين وعيال عمي. ربنا يديم ما بينا الحب يا رب ويديم بينا الخير، ودايما متجمعين في الفرح يا رب. كنا موجودين كلنا وبتاع. فقلت بقى اخلص بسرعه عشان انزل لهم ومأخرش عليهم. فقمت بدري يعني ورحت كده على الساعه 2 ونص تقريبا. لما خلصت كل حاجه عشان ايه، انا من عادتي ورايا حاجه عمري ما هعرف اقعد وانا رايقه كده، ولا هبقى في حاجه شغلاني فمش هبقى احسن حاجه. لكن لما اسيب شقتي نظيفه كده وبيتي رايق هرجع بقى ايه، هعرف اقعد وابقى ارجع كمان اعرف ارتاح، الاقي مكان كويس ارتاح فيه. الجو كان ساقع جدا، والبلاط كان جايب لي مش ساقع، جايب لي تلج كده. وانا اصلا في الدور ايه التالت، وقدامي بقى كده مش شقق او حاجه تدفي. عشان كده بقول لكم في الحر حر وفي الشتاء شتاء. كان الجو ساقع يعني، دمي خلا كده بمعنى اصح. بصوا بقى انا هنا استلفت دفايتين من عندنا جوه من بتوع سريري وكده، لان ان شاء الله باذن الله هنزل اجيب لهم دفايات للسرير بتاعتهم. بيبقى الدفايه كده، تيجي تشتري الدفايات الاطفال بيبقى دفايتين في كيس واحد يعني، بيبقوا شكل بعض، بيبقوا اشيك واحسن. بس قلت امشي نفسي ما اعطلش نفسي من الجو ساقع. فانا ما كنتش احط، بس صعبوا عليا بصراحه. قلت لا، عشان اوضتهم كمان فيها بلكونه، فانا عايزه ادفها لهم وعايزه ايه اخليها لهم ان هي تبقى يعني ما يتعبوش مني. كفايه الدور اللي جانا واخداه والله يا جماعه بجد، مش الدور مش راضي يعدي. بس الحمد لله يعني على كل حال. خلي بالكم من ولادكم وحاولوا ان انتوا تدفوا على قد ما تقدروا، وكل حاجه خير. بتشيلي الحاجه؟ طب ماشي، حطها في المطبخ. هركب كمان الستاير، وهنا خدت هم الستاير هنا بتاعت الاطفال
3 ستارات جنب بعض، 3 وحدات كده جنب بعض. بس بصراحه انا بقى رحت قايله ايه بقى، انا هستأذن الاوضه هنا واخد واحده هناك تدفي لي المكان، انا عشان اللي انا عاملاها جوه في اوضه النوم شيفون كده فما بتعملش حاجه برضو. فمشيت نفسي الحمد لله والدنيا ماشيه. تنفيذ بقى بسيط كده، كل حاجه كانت نضيفه الحمد لله. اللي ما كنتش راضيه عنه بس الحوافز او بديل السجاد، ما كنتش عندي رضا تام خالص بيه، فعشان كده رحت قايله لا هو هيتغسل والشقه تتروق ترويقه حلوه وتتلمع وبس كده وتتفرش عشان ابقى قاعده رايقه. وده اللي حصل بالفعل يعني، ما كانش في عندي كركبه بصراحه. وكان اوضتي انا الدولاب بتاعي كان عايز كده شويه تفريزات وكده، ان انا اشوف ايه الحاجه اللي محتاجاها والحاجه اللي مش محتاجاها، واطلع هدوم الشتاء وكده. عملته في اليوم اللي كان فاصل ما بينهم. يلا بينا. يلا اهو شفتوا في ثانيه كل حاجه اتحطت مكانها. حاولت اجيب اللونين قريبين من بعض شويه وقلت بقى احطها لهم كده عشان يبقى شكله حلو برضو، عبال بقى ما انزل اشوف هعمل ايه. ندي كنسه حلوه كده محترمه للارض وبس كده. طبعا انا كنت خلصت بره زي ما انتم شفتوا في الفيديو بتاع امبارح، وكله اتمسح مع بعض وكله اتفرش. اوعوا تفكروا ان انا عملت الصاله في يوم والاوضه في يوم، لا هو هذا اللوك بتاعي يعني، هو لبس اللبس اللي انتم شايفيني بيه، لان هو كله اتجمع في يوم واحد. يلا بينا. كالعاده يعني لازم التليفون يرن وانا بعمل مونتاج. طلعت كمان بقى السجاد عشان خاطر ايه، ان الجو ساقع بقى دفي بقى. مش انا بقول لكم السجاد ده ما كنتش والله احطه، بس انا بصراحه زي ما قلت لكم انا هنا كنت مسحت بقى وخلصت وظبطت الدنيا. هوريكم بقى الشكل النهائي، لا حاجه تانية بصراحه، فرق كبير قوي قوي قوي. يلا بينا. هوريكم بقى الشكل النهائي. بصوا بقى كده يا جماعه، خلاص فرشت وظبطت لهم الدنيا والدنيا بقت زي الفل. ربنا بس هما يهديهم ويخلوا الدنيا كده زي ما هي، قال انا ما بلحقش يا حول الله. هقول ايه، ولادي بقى مش جايباهم من الشارع. يلا ربنا يبارك لكم في عيالكم يا رب، ودايما كده هما يعملوا واحنا وراهم. ده كان فيديو خفيف لذيذ، يا رب الفيديو يعجبكم. لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد واسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة.